سوسو قط جميل عنده 5 شهور، واخد كل تطعيماته، صاحبته محافظه عليه، ما بيطلعش بره البيت. وفي يوم من الايام جارتهم زارتهم، وهنا حصلت كارثه. سوسو جاله طعن، قيء مزمن، اسهال دموي، مانع اكل، بقاله كام يوم تعبان جدا وهزيل جدا. المفاجاه سوسو مش متطعم الرباعي. التطعيمات كانت ايه؟ كانت ديدان وحشرات، والعياده اللي هي كانت متابعه معاها كانت مفهماها انه بدل ما بيطلعش بره فهو كده فول فاكسينيتد. على حسب العياده ما قالت ان هو واخد ديدان وحشرات ما بيطلعش بره البيت، فالرباعي مش مهم. طبعا كانت كارثه، لان بالتحاليل سوسو عنده طاعون. الطاعون مرض مميت ما بيعيش منه للاسف بنسبه 99%. سوسو كان ممكن يموت. دخلناه كريتيكال كير على طول، بدا ياخد محاليل وادويه لمده 3 اسابيع كاملين، واحنا حاطين ايدينا على قلبنا ان سوسو ممكن يروح مننا في اي وقت. الحمد لله بفضل الله سوسو بقى كويس وبياكل وبيشرب. هنا كانت المفاجاه ان جارتهم اللي زارتهم ما ادتهوش عين ولا حاجه، هي من الاخر دخلت بالشوز، كانت متعامله بيه مع قطط تعبانه عندها طاعون، ونقلت للاسف لسوسو الطاعون. الرباعي مش حاجه رفاهيه خالص للقط بتاعك، ده مهم زيه زي الاكل والشرب. اهتم بانك تطعمه الرباعي بتاعه.